السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم ارحم موتانا وارحم أمي وارحم أبويا واجمع ما بينهم واسكنهم الفردوس الأعلى. بص يا حبايب قلبي، النهاردة بقى هعمل فطار معاكم، وكنت هعمل غدا والله، بس عملت معاكم كل حاجة بس ما صورتش الغدا في الآخر يعني. هنا بقى قلت ايه، احنا بصراحة بننام من غير عشاء وبنصحى الظهر عشان المدارس بتاعت بناتي الظهر. تمام. قلت بقى خلاص هحمر بطاطايه وهعمل لهم بيضتين كده بسرعة وكمان ايه، هبعت اجيب لهم السندوتشات، بعت عشان اجيب العيش الطويل واللانشون. ما لقيتش عيش طويل، قلت خلاص بنتي راحت جابت قرص. قلت هحاول بقى ايه امشي نفسي على ما اقدر. بصوا يا جماعه، انا حطيت الطبق هنا جنب طاسه البطاطس، ساقع، الطبق ساقع. فانا بصحى من النوم اصلا والله مش مركزه ومش شايفه قدامي، وبالذات اليوم ده انا كنت صاحيه من النوم تعبانه جدا والله العظيم. بصحى من النوم مقريفه بقالي كام يوم، اصحى من النوم هبطانه كده ومقريفه ومليش مزاج اعمل اي حاجه والحمد لله. ربنا يعيننا ويعينكم يا رب ويقوينا ويقويكم ويرزقكم خير يا رب ويرزقنا خير. هنا بقى خلاص انا كنت خلاص كده عملت الشاي، وقلت خلاص بقى هحمر البطاطس كده معاكم. حمرت البطاطسايه واحده بس واتبقى منها والله، لان احنا بنصحى من النوم اصلا ملناش نفس. وعملت كده 3 بيضات قلنا نفطر بيهم العيال ايه يفطروا قبل ما ينزلوا المدرسه. عملت كده بسرعه 3 فطار، 3 بيضات. تمام. هما بيحبوا البيض المقلي اكتر من المسلوق. انا بقى عكسهم، انا بحب المسلوق اكتر من المقلي، بس طبعا بعمل المقلي عشان هما يرضوا ياكلوا. فانا كده كده ببقى صاحي من النوم الصبح ماليش نفس لاي حاجه والله العظيم. عملت كده بيض كده على السريع، وعملت شويه بطاطس حلوين كده، وقلت خلاص النهارده مادام انا مقريفه كده هروح اشوي سمك وخلاص. كنت صاحيه من النوم بقى النهارده. انا لما باجي يا جماعه بره بفرش الفرشه دي نقعد عليها، لان السجاده الشعر مش بعرف انضفها، لما الفرافيت بتقع فيها مش بعرف انضفها. فانا كده حاطه الفرشه دي بنقعد ناكل عليها وبشيلها انفضها، واشيلها بقى من على السجاده واسيب السجاده من غير حاجه. فهنا كنت عامله بتنجان امبارح، كنت عامله بطاطس طبيخ ورز، فكان عندنا بتنجان كده برضو هطلعه يمكن حد يحب ياكله، وهطلع كمان البطاطس وايه، وهروح اشوي السمك بقى يعني على العصر كده. هعمل الرز والبس اسدالي واروح اشوي كيلو سمك وارجع تاني. بس هو ده غدانا النهارده، وده فطرنا شويه شاي كده، والعيال حطت لها في اللانش بوكس بتاعها قرص. والله يا جماعه بصوا، ربنا يعين كل واحد على شيلته، وربنا يسد ما علينا جميعا ويعين كل واحد على شيلته. هنا بقى عملت لي كوبايه قهوه لان دماغي كانت خلاص جابت اخرها. هنا بقى قلت خلاص اعمل لهم شويه تانج كده حلو بالبرتقان كده بيبقى جميل. بصوا انا حاطه الغساله في المطبخ لان لازم الغساله تتحط في المطبخ، لان كذا حد شار عليا ان انا احطها بره في اوضه الاطفال او في الصاله، بس مش هتبقى حلوه يا جماعه، المنظر مش هيبقى حلو ولا في اوضه الاطفال ولا في الصاله. انا مش بحب ان انا ايه يعني اخلي شقتي شكلها وحش. فمش مهم، المطبخ بصراحه بيبقى ضيق عليا شويه، وببقى مش عارفه احط المواعين فين وبيبقى ضيق شويه، بس في نفس الوقت الشقة برا منظمة. انا بحب الشكل قوي يا جماعة، يعني انا بحب الشكل قوي ان الحاجة يبقى شكلها حلو كده وتبقى الحاجة منظمة كده وشكلها حلو قوي. تمام. فالحمد لله. وعملت هنا بقى عصير برتقان كده وحطيته في الفريزر وهعلق على الرز. بصي بقى الرز لما بعمله بالزيت بعمله بالطريقة دي عشان يبقى طعمه حلو وما يعجنش مني. بعمل ايه بقى، بحط الزيت واسيبه على النار يقدح يعني يسخن، ماشي يسخن كده على النار، واقوم نازله الرز بكون غسلاه وحاطاه في مصفى. يعني انا دلوقتي بغسل الرز وهحطه في مصفى، وهقوم ايه منزلاه على طول على الحله دي على شويه الزيت. وبعد ما بنزل الرز بحط كمان الملح وابدا بقى اشوح 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 لحد ما تلاقي الارضيه ذات نفسها شفشفت. يعني شفشفت يعني بيتقلب معاكي كده بيخروش مفيش ولا نقطة مية. تمام. اول ما تلاقي الزيت غلف الرز كله ما عادش فيه ولا نقطة مية، جربي الطريقة دي حلوة اوي عمره ما بيعجن منك. تمام. ملأ
تمام. ف بس كده يا حبايب قلبي. هنا بقى دي بعينها في الخردة بقى خلاص انا مش عايزاها، انا بحب اطبقهم كده عشان ما ياخدوش مكان. ما تنسيش يا حبيبة قلبي تسيبيلي دعوة حلوة من قلبك، ربنا ولك بالمثل يا رب، يعني اللي بيتمنى الخير للناس ربنا يرضيه زيه وبزيادة. هنا بقى يا حبيب قلبي انا والله العظيم بصوا انا بصحى من النوم والله ما انا عارفة يا ولاد، بصحى من النوم كده بقالي كام يوم مش مظبوطة وعلى طول كده في تفكير تفكير تفكير، لما خلاص دماغي خلاص ما عدتش قادرة والله العظيم. ربنا المعين يا رب، ربنا يا رب ي- يعيننا ويعين كل واحد على شيلته يا رب. متنسوش تعملولي لايك وتشتركوا معايا في القناة.